الخوت السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو جديد. وفي هالرياكشن خفيفه ظريفه. الاعلام الجزائري ما بغاتش تبرد له، الاعلام الجزائري باقي يعني بقى الجمهره ديالو بعد اعلان المنتخب المغربي فائز بكاس افريقيا من طرف الاتحاد الافريقي ورسمي. اسمع شنو كيقولوا هاد الناس. مجرد قطرات صغيرة من الماء تريد أن تفهم البحر. تكلمنا ووصفنا أنه العدالة الإلهية لما ينزل حكم الله ما بالك أن تستسلم إلا لقضاء الله وقدره. نزل حكم الله محمد وانقلب السحر على الساحر أمام مرأة ومسمع العالم بأسره. ما يمكنك أن تفعل. الناس هارب المسطين ديال بصح ولا شيء محمد، لا يمكن لا عاجز الآن، لا لقجع أمام حكم الله. لا يمكنك تغيير القدر. القدر نزل كالصاعقة خلاص أمام مرأة ويسمع الجميع. الأخ محمد لا لقجع. يمكن شي جمله يقولها وما يجبدش لقجع. يفيد لا لقجع ولا أنفانتينو ولا أي هيئة. لما تكلمنا ووصفنا هذه الدورة بالعدالة الإلهية، وشوف مهما بررنا ووجدنا الكلمات المناسبة لن تشفع لنا لإيجاد ما جرى في هذه الدورة. ما جرى تنظيم رائع على غرار النهائي هو اللي كان فيه يعني صداع. يعني كتشوف بأن المنتخب السنغالي دخل مشحون. منتخب السنغالي من قبل كان سمع بزاف ديال الكلمات وبزاف ديال الشحن من طرف الصحافة المصرية والجزائرية. دخل مشحون كان على سبة وجابها في راسهم الدوري الكاس. أمر لا يصدق. لا يمكنك لا تغيير القدر. خلاص نزل حكم الله والعدالة الإلهية أمام مرأة. شوف الناس اللي تعرضت للظلم، كم من لاعب تعرض للظلم، كم من جماهير تعرضت للظلم، كم من منتخب تعرض للظلم. لا نتكلم عليك عن الظلم، المخالفات العقوبات المالية. نتكلم ما جرى. هناك منتخبات مثلا نعطيك مثال، جزر القمر وما تعرض إليه في الظلم منذ المباراة الأولى. كان جزر القمر نحن دابا بقى كيرجع لك جزر القمر ويرجع لك المنتخب المباراة امام زامبيا ويرجع لك بزاف ديال المباريات. بالنسبة له مباراة أولى أمام الجمهور الإفريقي ككل أنت تغيروا مسار نتيجة نهائية. أنا نعطيك مثال بسيط فقط. مانشستر سيتي، ريال مدريد في ملعب الاتحاد، ومن كان يقضي اموره بمناسبه اقتراب عيد الاضحى، عيد الفطر المبارك. مشاهدي مابقاش يعرف بين عيد الاضحى وعيد الفطر. نزيد مع هذا من الافاضل الاتحاد الافريقي في رقصه الديك المذبوح، وفي رقصه اخرى من رقصات هيئه لاش الديك المذبوح الخروف المذبوح. سيبي الرئيس المختطف للكاف يقوم بإصدار بيان، هذا نصه. تعطينا بيان الاتحاد الإفريقي يا حمزة بينما كانت الأمور كلها هادئة. يصدر هذا البيان، ليس بيان الجامعة إنما بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي تحدث فيه عن منح لقب كأس إفريقيا لكرة القدم لمنتخب المغرب. منتخب المغرب وكامل الشده من الفوق. الناس راه في راسك ما دوزوش العيد. دوز مع عندهم زكاة وبكاء فين راه بزاف. بقرار جماعي من لجنة الطعون هكذا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي قالت بأنها استندت إلى المادتين 82 و84 من القوانين المنظمة للمنافسات في كأس. خلوهم يبدلوا هاد المادات الخوت، يبدلوا 82 و 84 من قوانين الكاف باش المغرب ما يديش كاس افريقيا رسميا. في المنافسات على مستوى الاتحاد الافريقي. لكن لما نطالع المادتين يا قاسي سعيد 82 و 84 المادتان بريئتان براءة الذئب من دم يوسف، لأنه الارتكاز على هاتين المادتين براءة الدم من دم. شوف المادة 84 و 82. شوف كما قال عيسى عياتو جاب مختصين أو يعني قضاة يعني مختصين عالميين من أجل الحكم بهذا الحكم اللي حكمت يعني حكم الاتحاد الإفريقي للمنتخب المغربي بالتتويج بكأس إفريقيا رسميا. نتيجة قال لك بأن المادتين 82 و 84 بعيدة كل البعد لهذا الشيء اللي يعني صرح به الاتحاد الإفريقي كما المنتخب المغربي كبطل لكأس إفريقيا. انتم لكم التعليق ولكم الكومنتار، كل واحد خلينا الرأي ديالو الخوت. لا علاقة له بالقرار الذي اتخذ. فضيحة بجلاجل أخرى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي يصدر بيان يقول فيه بأنه لجنة الطعون قررت بعد أكثر من بعد شهرين من نهاية
مباراة النهائي التي توج بها المنتخب السنغالي بهدف مقابل 0 يقرر منح اللقب رسميا للمنتخب المغربي وبأي صراحة قرار كان متأخر ومتأخر جدا، يعني بعد مرور شهرين ونصف جاء قرار من بعد ذلك. يعني صراحة بزاف القرار بزاف ديال الوقت كان خصو على الأقل تصدر في يعني بعد أسبوع أو أسبوعين الخص. نتيجة 3-0 على البساط بسبب أن المنتخب السنغالي غادر الميدان وعاد للعب بعدها وسجل هدف وضيع إبراهيم دياز ركلة الجزاء. في كل السيناريو الطريق الذي وضع تتويج المنتخب المغربي بكأس إفريقيا فوق أرضية الميدان، لما لم ينجح السيناريو السيناريو مرة أخرى لينجح بطريقة أخرى ولو أنها مؤقتة، لأن الاتحاد السنغالي قرر رسميا التوجه إلى لوزان. الاتحاد الافريقي واخا يمشي للطاس، ديك العام اللي كان وقع له الوداد مع الترجي، يعني الترجي التونسي، ولكن هذيك واخا شويه كان هنالك اختلاف بين ديك الحاله والحاله ديال المنتخب المغربي، لان ديك الساعه كان تم يعني اعطاء يعني الترجي رسميا كاس يعني افريقيا او دوري ابطال افريقيا، عكس دابا يعني المنتخب السنغالي توج بالكاس ومشاو فراه مع الشعب ديالو، ومن بعد خرج بان قرار من أجل سحب الكأس من المنتخب السنغالي. صراحة حالة معقدة وحالة استثنائية كما قال فابيو الصحفي الشهير الخوت ديال يعني أخبار كرة القدم، ميمكنش هذه حالة عجيبة لم تكن من قبل. مرة أخرى مثل ما يقال على في الطابلات تاع محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بعد قضية شبيبة القبائل يوم وفاة إيبوسي وفوز شبيبة القبائل الاتحاد الإفريقي في لوزان، قضية نادي اتحاد العاصمة. الآن الفضيحة الكبرى تتويج المنتخب المغربي على البساط 3-0. هل موتسيبي مختطف؟ هل الاتحاد الافريقي هل يمنع الدائل ضدكم؟ هل أنتم مهددين بفضح؟ هل بغيت نفهم الجملة ديالهم كيف يعني يقولون بأن موتسيبي مختطف؟ كيف هذا التفسير؟ ما فهمتش. أنتم مهددين برشاوي؟ هل أنتم مهددين بتسريب فضائحكم هنالك؟ أم أنه في الأمر سؤال يطرح يا قاسي سعيد، كيف استقبلت هذا القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي وموتسيبي في هل هو هدية العيد بالنسبة للمغرب أم أنه قرار ارتجالي وفقط غرضه زيادة؟ من الاخر هذه هدية العيد يعني الاتحاد المغربي، يعني المغرب عنده فرحتين وانتم عندكم يعني جنازتين او جنازتين كما كنقولوا باللغة العربية يعني الفصحى. هادشي غادي يهبلهم، غادي يسطيهم ديال بصح. رش صب الزيت على النار في كل ما يحدث في كواليس الاتحاد الافريقي. ماشي هدية، زكاة الفطر. هذه الزكاة تاع الفطر تاع العيد. هذه زكاة الفطر ماشي زكاة عادية، زكاة مقمحة ديال بصح. لهم انه كما كنا نتحدث في الكثير من المنابر الاعلاميه كنا نقول انه الكاف مختطف من طرف الاقجع والزبانيه تاعو، موسيقي ليس له اي نفوذ على مستوى الاتحاد الافريقي. اليوم بعد ما كان لويت يد الاتحاد الافريقي من طرف الانفانتينيو والفيفا، بعد ما اصبحت الامور مفضوحه، لم يتمكن من اصدار اي قرارات في حق المغرب، لكن في اخر المطاف عاقب المغرب. اليوم المغرب استفز الاتحاد الافريقي بكرة القدم فيما يخص ما فهمتش انا استفز شنو كيقصدوا بها. كأس افريقيا للسيدات، قال انه بسبب ظروف قاهرة لم يتمكن من احتضار كأس افريقيا. هذا قرار دلالة على انه اليوم انه الاتحاد الافريقي مصداقيته اصبحت تحت الماء، مصداقيته أصبحت تحت الماء بالنسبة يعني للإعلام الجزائري فقط. استنى لكم ثاني فيديو، نتمنى يكون عجبكم فيديو خفيف ظريف. ما تنساش تولي واحد العائلة ديالنا الصغيرة المتواضعة، كومونتير عطينا رأيك في الكومونتير. كان معكم بعصا سبوركات كالعادة، دمتم في رعاية الله وحفظه.